مدرب النادي الاهلي الجديد ياسر مدرب لا يعرف الا الانتصارات والفوز والحصول على البطولات. خلونا نتكلم عن شويه عن ياسر، عن طريقه لعبه وعن انتصاراته وازاي هيقدر يظهر مع النادي الاهلي. مدرب الاهلي الجديد ياسر هو مدرب فني اجنبي من الدنمارك، عنده 55 سنه. هذا المدرب ينتمي لمدرسه شمال اوروبا، واللي ينتمي لهذه المدرسه دايما بيتعلم الانضباط وبيكون عنده انضباط بشكل كبير. مدرب الاهلي الجديد ياسر مدرب ذات طابع هجومي يتميز بهذا الطابع، وله تاثير كبير مع الانديه اللي لعب معاها، لانه لعب مع انديه كبيره جدا جدا. بدا الاول مع فريق في الدنمارك، فريق صغير اسمه سبورج، يعني في 2011 2012، وقدر يفوز معاهم بالكاس ويصعدهم للدوري الممتاز. قدر يصعدهم للدوري الممتاز وفاز معاهم الكاس، ودرب منتخب الدنمارك للشباب ووصل به للفاينل اوروبا. وبعد كده درب ميتلاند الدنماركي اللي كان بيلعب فيه امام عاشور وحقق معاه الدوري الدنماركي، ورجع درب كوبنهاجن اللي اخذ معاه الدوري، كان اخر تجربه ليه مع اكسنبورج الالماني. بطولات ياسر بقى ايه البطولات المدرب ده حققها؟ المدرب ده لعب 507 مباراة، فاز في 263 مباراة وهزيمة 134 مباراة، حقق 3 ألقاب، 2 دوري دنماركي و1 كأس الدنمارك، وتعادل 110 مباراة. هذا المدرب ياسر مدرب كبير جدا جدا، ومدرب له شخصية قوية. يعني احنا لو جينا نبص في البطولات اللي عملها والسي في بتاعه هنلاقي يعني اللي احنا كنا نتمنى اللي هو يكون عنده سي في اكبر من كده، لكن ده مش دليل انه يكون مدرب سيء. يعني جميع المدربين اللي يجوا النادي الاهلي قبل كده كانت السيفيهات بتاعتهم بتكون فيها بطولات قليلة وممكن ما يكونش فيها، لكن كانوا بيختلفوا الاداء بتاعهم مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فريق كبير معاه لاعيبه عالميه، لاعيبه كبيره كلها. فالمدربين مش شرط يكون معاه سي في كبير، يعني لما يكون مدرب النادي الاهلي مش شرط يكون معاه السي في الكبير قوي كده زي ما احنا متخيلين، بس هو مدرب عالمي، مدرب له شخصيه، مدرب ليه وجود. يعني احنا شفنا استقبال النادي الاهلي ليه، مدرب متفاهم مع اللعيبه ويعرف يتكلم مع اللعيبه وعارف النظام وماشي ازاي. فهو مدرب كويس جدا جدا وهيفيد النادي الاهلي كتير، بالاخص انه درب انديه كبيره، مدرب ذات طابع هجوم ومدرب كبير وبيعرف يتعامل مع الكره. فهو مدرب هيفيد النادي الاهلي كتير. النادي الاهلي استقبله استقبال كبير جدا جدا في ملعب مختار التتش، فهو مدرب له شأن عظيم، ان شاء الله هيعمل اداء كبير مع النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي نادي كبير، اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، فالنادي الاهلي لازم يكون معاه مدرب كبير، لازم يكون معاه مدرب قوي. فمدرب النادي الاهلي هذا مدرب عالمي، ان شاء الله هيحقق انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي. يعني مدرب النادي الاهلي مدفوع فيه فلوس كتير جدا جدا عشان يجي النادي الاهلي. ما هو انت عشان تجيب مدرب حلو لازم هتدفع، اعمل حسابك انك هتدفع، وهتدفع فلوس كتيره مش فلوس قليله كمان عشان تجيب مدرب ينفع ياخد معاك بطولات. النادي الاهلي نادي لا يلعب الا على البطولات. النادي الاهلي يدور على الدوري، يدور على الكاس، يدور على دوري الابطال، يدور على انه يصعد كاس عالم. فالنادي الاهلي فريق كبير، فريق مش بيبحث غير على البطولات. النادي الاهلي مش بيبحث غير على البطولات. فالنادي الاهلي لازم يكون عنده مدرب قوي، وعشان يكون عندك مدرب قوي لازم تدفع. يجب عليك ان تدفع الثمن عشان يكون عندك مدرب كبير، لازم ان انت تدفع الثمن. طبعا المدرب ده هيتقابل مع لعيبه النادي الاهلي بعد الرجوع من التوقف الدولي، عشان هيطير على طول. اول مباراه ليه هتكون في دوري ابطال افريقيا، المباراه هتكون في دوري ابطال افريقيا، اول مباراه ليه مع لعيبه النادي الاهلي. فالمدرب ده هيفرق جدا مع النادي الاهلي. طبعا بنقدم الشكر الكبير للكابتن عماد النحاس على كل اللي قدمه للنادي الاهلي. الكابتن عماد النحاس قدم مجهود كبير جدا مع النادي الاهلي، في بالذات في الفتره اللي النادي الاهلي كان النفسيه ضيع عند اللعيبه، كان اللعيبه نفسيتها تعبانه جدا جدا. فاجى الكابتن عماد النحاس يعني بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى جدد الثقه في اللعيبه ورجع الشخصيه للعيبه ورجع الثقه عند اللعيبه تاني، وفوزنا على الزمالك وطلعنا تاني في صداره الدوري بعد ما كنا في المركز ال 16 في الدوري المصري. فالكابتن عماد النحاس جدد الثقه. يعني المدرب مستلم الفريق، عنده اصابات وعنده غيابات كبيره، لكن هو ده بقى شغل المدرب الكبير، انه يعرف يتعامل مع الاصابات اللي عنده ويعرف يتعامل مع الغيابات. الكابتن عماد النحاس عمل مجهود كبير، يعني هو مرجع الاهلي لياسر مرتاح. يعني الاهلي راجع ليه مرتاح، يعني ياسر هيستلم النادي الاهلي يعني جاهز افضل مما كان مع عماد النحاس بكتير. النادي الاهلي كان واعي وعي كبيره جدا، لكن الكابتن عماد النحاس جدد الثقه في اللعيبه تاني ورجع الشخصيه والثقه للاعيبه النادي الاهلي ورجعنا تاني لصداره الدوري المصري. فطبعا بنشكر الكابتن عماد النحاس، لكن يسرب مدرب كبير ان شاء الله وهيعرف يتعامل مع النادي الاهلي وهيعرف يتعامل مع اللعيبه. هو ده اللي النادي الاهلي عايزه. النادي الاهلي عايز مدرب كبير، عايز مدرب ما يلعبش الا على البطولات. احنا فريق كبير، في اكبر فريق في مصر واكبر فريق في افريقيا، احنا فريق بطولات، عايزين بطولات، مفيش عايزين غير البطولات، وده اللي النادي الاهلي بيبحث عنه. وعشان النادي الاهلي يعمل ده محتاج مدرب كبير، وعشان تجيب مدرب كبير هتدفع الثمن بتاع المدرب الكبير. وده بالظبط اللي حصل مع النادي الاهلي بعد دوره كبيره جدا جدا في جميع الكره الارضيه عشان النادي الاهلي يجيب مدرب
ولكن في الاخر الحمد لله وصلنا لمدرب يسرو المدرب العالمي، طبعا مدرب كبير جدا جدا، مدرب درب ميتلاند الدنماركي ودرب كوبنهاجن، مدرب قوي، ويعني السي في بتاعه مش فيه الا 3 بطولات. وطبعا ده سي في احنا كنا نتمنى لو يكون السي في اكتر من كده، لكن السي في يعني مش دليل قوي او مش المعظم قوي اللي هو هيكون بيدل على قيمه المدرب اللي جاي. ممكن يكون الفريق اللي هو كان بيدربه فريق ضعيف، فريق فيه لعيبه ضعيفه، لكن النادي الاهلي طبعا فريق كبير فيه لعيبه عالميه. النادي الاهلي يعتبر هو منتخب مصر، النادي الاهلي فيه لعيبه كبيره جدا جدا، يعني يكفيك ان يكون عندك الهجوم زيزو وبن شرقي وامام عاشور، انت لسه عايز اكتر من كده؟ هل هذا هجوم؟ يعني ده هجوم منتخب مش هجوم فريق حرفيا يعني. فالنادي الاهلي فيه لعيبه كبيره جدا جدا، والنادي الاهلي مش هينفع معاه الا مدرب ان شاء الله يسرب، ربنا يوفقه مع النادي الاهلي، مدرب كبير قوي جدا وهيعمل اداء حلو قوي مع النادي الاهلي، ربنا يوفقه مع النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لسه معاه 4 مباريات في شهر اكتوبر، هو كان معاه 5 لكن لعب منهم مباراه كهرباء الاسماعيليه، لسه معاه 4 في شهر اكتوبر، 2 في دوري ابطال افريقيا و2 في الدوري المصري. اللي في الدوري المصري هيكون مع الاتحاد السكندري وبتروجيت، والنادي الاهلي هيعمل اداء حلو جدا جدا مع بالذات مع هذا المدرب. والنادي الاهلي بدا يرجع الثقه تاني، يعني اللعيبه بدات ترجع الثقه في نفسها تاني، بدا النادي يظهر بشخصيه تانيه، جبنا مدرب جديد، يعني بدات الامور تتظبط شويه مع النادي الاهلي. وطبعا المدرب النادي الاهلي يسرو مدرب كبير، مدرب له قيمه وهيعمل اداء كبير جدا مع النادي الاهلي. طبعا هيكون معاه 5 مدربين، معاه هيكون معاه 2 مساعدين، وهيكون معاه مدربين كمان بيساعدوه في اداره النادي الاهلي. هو ده مدرب النادي الاهلي، يعني مدرب كويس، مدرب حلو، مدرب مدفوع فيه فلوس كتيره جدا جدا، بس على كده ان شاء الله هيجيب بطولات. طبعا احنا قلنا اللي هو من الدنمارك ويبلغ من العمر 55 عاما، فهو مدرب كبير جدا جدا وهيفيد النادي الاهلي. يعني هو هيرجع على طول هيلعب في دوري ابطال افريقيا، وبعد كده هيرجع على الدوري المصري، وبعد كده ابطال افريقيا، وبعد كده يرجع للدوري المصري، مباراه هنا ومباراه هنا. فالمدرب هيكون عليه ضغط كبير طبعا في ان الفتره اللي جايه ديت، بالاخص ان عنده غيابات. لكن احنا بقى هنعرف هنا المدرب الكبير من المدرب الصغير انه هيعرف يتعامل مع الغيابات ومع الاصابات ومع المباريات الكبيره اللي جايه عليه، اللي هيقدمها ان شاء الله هذا المدرب الكبير مدرب النادي الاهلي يسرب. وطبعا بعد كده عندنا كاس السوبر المصري اللي هيشارك فيه 4 انديه، هيشارك فيه الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. طبعا مباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي هتكون يوم 6 نوفمبر، والاهلي لو صعد النهائي هيكون يوم 9 نوفمبر. طبعا المدرب هيرجع رجوعه قوي جدا جدا، جاي بشخصيه كبيره جدا جدا، قدر يتعامل، قدر يتفاعل مع الصحفيين، وقدر يرد على الاسئله، وقدر يتفاعل، وفيه تفاعل بينه وبين الصحفيين وبين اللعيبه وبين الاداره. فالمدرب ده ان شاء الله هيقدم اداء كبير جدا مع النادي الاهلي، وهو مدرب كبير ومدفوع فيه ثمن يستحقه، هو مدفوع فيه ثمن يستحقه. فالمدرب احنا عايزين نشوف النادي الاهلي تاني، عايزين نرجع للانتصارات تاني، عايزين نرجع للبطولات تاني، عايزين نرجع نحقق افريقيا. يعني احنا كنا بنحقق سداسيه وخماسيه، بنحقق دوري مصر ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر وكاس سوبر، بنحقق بطولات. فده اللي احنا عايزينه من المدرب ده، يرجع لنا الانتصارات تاني للنادي الاهلي. فنتمنى توفيق للنادي الاهلي، ونتمنى توفيق لهذا المدرب الجديد مع النادي الاهلي، مدرب يستحق الثمن الذي دفع فيه. ان شاء الله المدرب يعني الثمن اللي بيدفع هيظهروا لنا في البطولات اللي هيحققها مع النادي الاهلي. نتمنى توفيق للنادي الاهلي، ونتمنى توفيق لهذا المدرب يسرب، تكون صفقه عالميه ان شاء الله مع النادي الاهلي. ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل، وكان معكم السيد ابراهيم في كوره مع السيد.